يا مساء الفل عليكم. والوضع اللي كان هادي بقاله كام يوم ولع فجأة. لو كنت فاكر إن الحرب الإيرانية الأمريكية خلاص خلصت بالهدنة اللي فاتت، فخليني أقولك إننا النهاردة رجعنا لنقطة الصفر، وربما أوحش كمان. هحكي لكم النهاردة إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة، وإزاي مضيق هرمز بقى هو قنبلة الموقف دلوقتي. إيه اللي حصل النهاردة؟ إيران قامت الصبح وأعلنت رسمياً: قفلنا مضيق هرمز بالكامل. طب ليه يا جماعة؟ قالوا إن أمريكا لسه محاصرة الموانئ الإيرانية ومش عايزة تسيب السفن تتحرك بحرية. مش بس كده، دول رفضوا يروحوا جولة المفاوضات اللي في تركيا، وقالوا مش هنسلم جرام واحد يورانيوم لأمريكا. يعني بالبلدي كده، يا نعيش بكرامتنا يا نهد المعبد على اللي فيه. ترامب يسكت؟ طبعا ما سكتش، وطلع النهارده بتصريحاته المعتادة وقال إن إيران بتلعب بالنار، وإن الجيش الأمريكي جاهز يرجع يضرب فوراً لو المضيق ما اتفتحش. وزير الدفاع بتاعه كمان أكد إن الحصار البحري مش هيتفك غير لما إيران تنفذ الشريط بالحرف. يعني الجو دلوقتي عبارة عن شد وجذب، ومحدش عارف مين اللي هيكسر التاني الأول. نيجي بقى لإسرائيل. نتنياهو طلع النهارده وقالها صراحة: إحنا جاهزين للحرب في أي لحظة. إسرائيل مش عاجبها إن إيران لسه عندها يورانيوم مخصب، وشايفين إن الهدنة دي فرصة لإيران عشان تاخد نفسها مش أكتر. وفي نفس الوقت في هدوء حذر على جبهة لبنان، والنازحين بدأوا يرجعوا، بس الجيش الإسرائيلي إيده على الزناد ومستني أي حركة من حزب الله عشان يولع الدنيا تاني. الخلاصة، الوضع النهاردة بيقول إننا في هدمة هشة جدا. العالم كله حاطط إيده على قلبه، وأسعار البترول بدأت ترفع تاني بسبب قفلة المضيق. هل ترامب هينفذ تهديده ويضرب، ولا إيران هتلين في اللحظة الأخيرة؟ ده اللي هنشوفه الساعات الجاية. في النهاية، انتوا ايه رأيكم؟ هل تفتكروا قفلة مضيق هرمز دي هي بداية جولة تانية من الضرب، ولا مجرد ورقة ضغط عشان المفاوضات؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تتابع التطورات أول بأول. سليم.